السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوت الشرح السادس، الدرس السادس من دورة اختراق الأجهزة. طبعا الشرح الخامس. بتأسف أولا على التأخير في الشرح الخامس. الشرح السادس كان فيه ظروف وللأسف ما كنتش بعرف أقعد كتير، كنت بعد في وقت صغير جدا وكان في مشاكل كده، فالحمد لله يعني بدأت تتحل. انا بتكلم بس دلوقتي عملت الشرح السادس دوت عشان اوضح بالنسبة للشرح الخامس. الشرح الخامس انا كنت عامله قبل كده، ولكن هو في نفس كل حاجة اللي كنت عاملها في الدورة. للأسف اللي حصل واللي خلاني احبطت جامد جدا ان انا شرحت الشرح ده تاني، يعني عدت اللي انا عملته في الشرح الخامس تاني في فيديو تاني. ده الكلام ده من ربع ساعة بالظبط، عدته تاني وهطبقه من تاني من اول وجديد. عديت بالظبط 40 دقيقة من الفيديو، جيت في الدقيقة 41 راح النور قطع طبعا، والشرح اللي انا عملته كله طلع في الهواء للأسف يعني. فالمهم طبعا نزلتكم بقى الشرح الخامس ده، بقى الشرح القديم بتاعي اللي هو انا كنت عامله كشف التلغيم، عملته كشف التلغيم ورفعته تاني بحيث يبقى سدينا الخانة ديت، وشرح كشف التلغيم لاي سيرفر او اي برنامج انت عايز تشوفه. طبعا مع الشرح الخامس تقدر تكشف لنفسك وتعرف انه اي بي بتاع الملغم او المخترق. من النهارده ان شاء الله هيبقى كلنا محترفين كشف تلغيم بسبب الشرح الخامس او الدرس الخامس. دلوقتي الدرس السادس هوريكم فيه شويه حاجات بسيطه، وهي اذا كان الجهاز عايز اعرف ان الجهاز اللي هو الاساسي مخترق ولا لا. طبعا في الشرح الخامس هطبق اتنين برامج هنستعملهم دلوقتي، وهما البرنامج الاولاني اللي هو اكس شرطه ان اي تي اس تي 8، يبقى اكس شرطه نت ستات. البرنامج ده عملناه في سطبناه وعرفنا ازاي بيتسطب. تاني برنامج بنستعمله هو البرنامج البروسيسور دوت اللي هو البرنامج بروسيسور اكسبلوير. برنامج بروسيسور اكسبلوير اللي هو دوت هنستعمله برضك. اول حاجه عشان اعرف ان الجهاز مخترق ولا لا، عشان اتاكد ان الجهاز مش مخترق ولا لا. ثواني بس نشوف الاطفال دي وجاي تاني. تمام معلش بس عشان الاطفال زي ما قلت، عشان اول حاجه جهازي راستر لوحده لازم اكون خلي بالي. الجهاز لما يراستر لوحده دي ممكن يكون حد هو اللي بيراستره لي، المخترق ممكن هو اللي يكون بيراستره. ممكن يكون الماوس دوت تلاقيه بيروح وبيجي كده، بيروح ويجي، يبقى كده ممكن الجهاز بتاعي مخترق. ممكن الجهاز يبقى تقيل قوي كده مش عارف، في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. مثلا جيت اخش على الفيس بتاعي، انا عامل تعريف في الارتباط، جيت اخش على الفيس لقيت الفيس بيقول لي سجل من اول وجديد، يبقى كده احتمال ان حد دخل على الايميل بتاعي. في كذا حاجه علشان نحمينا في الباسورداتنا ان هي ما اي حد يعرفش ياخدها. اول حاجه شرحنا في الدرس الاول البرنامج دوت اللي هو بتاع تغيير، برنامج بتاع تغيير الحروف عشان الباسوردات الكلوجر. وتاني برنامج بتاع الاكسبلوير شيلد طبعا عارفينه. اكسبلوير شيلد هو البرنامج بتاع الحماية من الاختراق عبر الروابط، شرحناهم في الدرس الاول للناس اللي متابعه معايا الدوره. تاني حاجه كنت عايز اقولها برنامج سي كلير بتعمل بيه فحص. طبعا بتلاقي ملفات تعريف الارتباط دي بتعلم عليها وبتعمل تحليل وتنظيف وريجستر مع الكلام ده في ريجستر عشان يمسح الباسوردات بتاعتك. يعني انت بعد ما تخلص بتروح عامل كده علشان الباسوردات ما تتحفظش. تاني حاجه بقى نيجي نعرف ازاي ان جهازنا مخترق ولا لا. اول حاجه بتستعملها هو ران. تفتح الران بتكتب سي ام جي، تكتب وبعدين بتكتب الامر دوت ان اي تي اس تي اي تي مسافه. بعدين ليه عارفين اندرسكول، كلنا عارفين اندرسكول، بس بتعمل شرطه من غير الشيفت. يعني انت بتعمل كانك هتعمل اندرسكول، هي بتبقى كده بس تحت زي ما انتم شايفين كده بس تحت، لا تمسحها وبتكتب الشرطه بس من غير الشيفت. بعدين انتر. طبعا بتجيب لك الاتصالات بتاعت الجهاز، زي ما انتم شايفين دي الاتصالات بتاعت جهازي. اهم حاجه عايز اقولها برضك حاجه تانية، ان اهم حاجه بتقدر ان انت تكشف بيها التلغيم هي الاتصالات بتاعت الجهاز. طبعا الناس المبتدئه هتقول ايه ده، انا مش فاهم حاجه، ايه الارقام دي، ايه الحاجات دي، انا مش فاهم ايه ده. انا الاول كنت زمان ما كنتش فاهم ايه الارقام والحاجات دي، فعشان اسهلك الموضوع دوت سيبك من الامر ده.
خش على برنامج اللي هو سطبناه في الشرح اللي فات وشفناه. انا مسطبه، مش لازم بقى اشيله واسطب تاني، التسطيب بتاعه يعني يعتبر اي حد يعرف يسطبه. طبعا بفتح البرنامج عادي جدا، تمام. بشوف الحاجات اللي شغاله. اول حاجه عندي يوتورنت وجوجل كروم والفايرفوكس، عندي 3 حاجات والاكسبلورر، تمام. الحاجات دي كلها امان، فانا يعني دي بورتات. فانا عايز اعرف يا جماعه ايه الحاجات دي كتير. فالحل اللي هو ايه؟ ان انا اقفل الكروم والفايرفوكس، ماشي. بس انا طبعا مش عارف اقفل الفايرفوكس عشان برفع الشرح، فللاسف مش عارف اقفل كروم. هقفل كروم. فكروم دوت سيب، يعني مثلا يوتورنت سيبك منها. هنا بروسيسور سيستم، طبعا زي ما انتم شايفين اكسبلورر 80 هنا 80 اكسبلورر 443 جوجل كروم عادي. انت لو قفلت الجوجل كروم واليوتورنت والفايرفوكس هتلاقيه ان كل الحاجات دي اتقفلت، يعني مش هتلاقي الاتصالات اللي الاكسبلورر بس، واحتمال منها واحده تطلع كمان، تمام. دي توضيح كده. انا دلوقتي في حاجه تانية عايز اتكلم فيها. البورتات، بالنسبه للبورتات، البورتات في بورتات مهمه لازم انا اكون عارفها، وهكتبها لكم في تكست كده. بورتات مهمه لازم انا اكون عارفها، اللي هي اول حاجه بورت النجات. بورت النجات يا جماعه هو من البورتات المشهوره جدا دلوقتي، واللي بيتغابى فيها الهاكر وهو بيعملها، اللي هو بورت 1177. في حاجه تانية وبورت تاني، وهو بورت بوفر ست من البورتات المشهوره 81. في بورت تاني وهو بورت تاني وهو بورت 82. في بورت 500. في بورت 5000. في بورت 100. في بورت 288 بتاع السباينت. في بورت 14416 تقريبا دوت، يعني بتاع الدارك كومنت. في بورتات كتير. انت كل البورتات دي لو لقيتها، يعني انا مثلا عندي دلوقتي فتحت جهازي، تمام. انا هكون قافل كل حاجه، قافل الياهو، قافل اليوتورنت، قافل جوجل كروم، قافل فايرفوكس، قافل كل الحاجات دي. مش هتلاقي حاجه هنا موجوده. ممكن ما تلاقيش اتصالات خالص بالجهاز، هلاقي اي حاجه غريبه، بالذات باسم عمليه اكسبلورر، انترنت اكسبلورر، مش اكسبلورر دي، لا اكسبلورر، يعني اول حرف هيبقى الاي. هتلاقي ان حاجه من البورتات دي بورت غريب. انا ممكن مش شرط حاجه من البورتات دي، ممكن افتح بورت زي دوت. هتعرفوا منين؟ ممكن افتح بورت زي ده، افتح بورت زي دوت كده. هتعرف منين انت افتح بورت زي ده؟ هتعرف منين افتح بورت زي ده؟ هتعرف منين؟ فالحل اللي هو ان انت تقفل جوجل كروم. بس انا زي ما قلت لكم ان انا برفع الشروحات، طبعا الشرح الخامس برفعه دلوقتي، وانا برفع الشرح الخامس زي ما شايفين بقى ازاي انا برفع الشرح الخامس، بشرح الشرح السادس علشان ابقى سريع معاكم واعوض الفتره اللي انا غبت فيها ديت. زي ما شايفين انا عايزك تفهم، يعني عايزك تفهم. اول برنامج زي ما قلنا، يعني اعتبر دول مش موجودين كده، مش تمام. اعتبر دول مش موجودين، يوتورنت والدوت اعتبرهم مش موجودين. وعندنا 3 اللي فاتحين 3 اكسبلورر دول. هو انا شغلت سيرفر عندي على الجهاز بتاعي. المهم اوريكم علشان برضك الموضوع يتفهم كويس. نفتح برنامج البروسيسور اكسبلورر. عندي هنا العمليات شغاله. عندي طبعا جوجل كروم، يبقى ده امان. عندي البرنامج ده يبقى كده امان. دوت بتاع الداونلود مانجر، يبقى ده امان. افيجا امان. البروسيسور امان. نوت باد اللي انا فاتحها امان. نت اس 5 ديت اللي هو البرنامج اللي احنا فاتحينه دوت امان. اكسبلورر شيلد الموقع بتاع اللي هو بيحمي الاختراق مواقع، دي بتاع برنامج التصوير الشاشه ده. برنامج اليوتورنت. يبقى كده مفيش حاجه غريبه شغاله. انا دلوقتي ما عنديش حاجه غريبه شغاله. اما مثلا نعتبر مثلا نقفله مثلا النوت باد. طبعا النوت باد شال. نعتبر النوت باد دوت انا مثلا اهو فاتح اكسبلورر دي، تمام. عندي انا دوت ده السيرفر بتاعي، ده السيرفر، ده السيرفر، ماشي. فتحت السيرفر بتاعي، لاحظ لقيت هنا نوت باد. ممكن العمليه بتاعت السيرفر اهو. فتحت السيرفر
لقيت نوت باد اتطفت. نوت باد يعني انا هعمل اشيلها، انهي العملية، لقيت ان النوت باد اتشال. طب هتك على السيرفر تاني هلاقي ان النوت باد جت تاني. يبقى دوت هو دوت دي الفكرة، اللي انت بتظهر عندك النوت باد هنا. لما تفتح هنا كمان وتلاقي ان في حاجة هنا اتضافت، مثلا زي اكسبلوير، اي اسم غريب واخره دوت اكس اي. لما فتحت السيرفر او البرنامج اللي هو الملغم ده، فتحته ولقيته وصل هنا، ولما قفلت البرنامج ما تشالش، تروح على طول على البرنامج بتاع الاتصالات، تشوف بقى الاتصالات اللي هي الغريبة اللي اتضافت، زي بورت اللي هو 11782 والكلام اللي قلنا عليه دوت من شوية. تمام. يبقى كده عرفنا ازاي نعرف ان الحاجة دي ملغمة بطريقة بسيطة، وان جهاز مخترق ولا لا. قلنا اختراق جهازي بنتأكد ان جهازي مخترق ولا لا بالحاجات الغريبة اللي هي بلاقيها متضافة. هتقولي طب انا معرفش، ممكن اتلخبط، ممكن اعمل ايه. بتبقى في الاول انا كنت زيك برضك في الاول كده، اللي انا مش عارف ايه الحاجات الطبيعيه اللي شغاله في الجهاز. انا حبيت اوريكم على البرنامج ده. انا عن نفسي ما بشتغلش بالبرنامج ده، انا بشتغل بالسي ام دي وبكتب الامر دوت. بس انا حبيت اوريكم البرنامج ده عشان هو هيوضح لك اكتر، عشان مثلا يقول لك البورت ده بتاع ايه. وانا عن نفسي لما اقول ممكن اقول ان دوت حد مخترقني، وهنا بردك ممكن حد مخترقني، بس لا، البورت 443 دوت بتاع جوجل كروم. لو انا قفلت جوجل كروم هتلاقي ان البورت ده اتقفل، مش موجود في الاتصالات. تمام. يعني ممكن اقول البورت بتاع مثلا، يعني مثلا لو فتحت الياهو هتلاقي ان بورت 5050 اتضاف. بص معايا لما الياهو يفتح هتلاقي ان البورت 5050 اتضاف. ديت الياهو برضك بيستعمل البورت دوت اهو، بورت 5050 اهوت اتضاف، الاي بي دوت والبورت ده اتضاف. زي ما انتم شايفين بورت 5050 اتضاف، اللي هو البورت دوت اهوت، عشان فتحت الياهو. شايفين لما فتحت الياهو ضاف لي حاجات تانية كتير وبورتات كتير. فانا اهم حاجه في الموضوع ان انا اقفل كل حاجه مفتوحه، كل حاجه مفتوحه اقفلها، سكايب، ياهو، كل الكلام دوت، واكسبلوير شيلد برضك اقفلها، واقفل البرنامج ده، اقفل كل البرامج، واروح اشوف هنا البرامج اللي شغاله، اشوف في حاجه غريبه شغاله ولا لا، واشوف هنا في بورتات متصله بالجهاز غريبه ولا لا. يبقى انا كده اتاكدت ان جهازي مش مخترق. غير كده اللي هي بقى يقول لك افتح الران واكتب هنا سيستم مش عارف ايه وحاجات غريبه كده، وتك انتر شوف دي طلعت لك ايه. لا، كل الحاجات دي فكسانه، كل الحاجات ديت ممكن تتخطى، الفاير وول ممكن يتخطاه. اما البرنامج ده هو دوت، ده اهم حاجه انا بركز على ده. ليه؟ لان دوت مفيش حد عارف يتخطاه. لو حد عارف يتخطاه عندك الران سي ام دي وتشوف الاتصالات بتاعتك وخلص الموضوع، خلص الموضوع. تمام. يبقى كده كان شرح بسيط ل ازاي اعرف ان جهازي مخترق ولا لا. تشوفوا بس الوقت بقالنا 13 دقيقة. خلاص، يبقى استنونا في الشرح الجاي، في الشرح السابع ان شاء الله، وهنشوفوا ازاي لو اكتشفنا ان جهازنا مخترق ازاي نشيل السيرفر من الجهاز. مش فاضل حاجة، انا اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.